اللي في البيوت نساء قبل رجال، دي بقت مسألة ان الواحد، هو دي مسألة موقف سياسي؟ هو احنا جايين عشان موقف سياسي؟ بقى في حاجة اسمها الشرف. في ناس بتموت، الاخ اللي جالي دلوقتي التويتر بتاعه غرقان دم، ده اللي هيفضل قاعد في البيت قاعد ليه؟ فكلموا الناس في التليفون، قولوا لهم لا تسلموا اخوانكم بايديكم ليبتك بهم، بمنتهى البساطة. وانا امبارح بالليل لما جينا هنا، أنا بالليل امبارح احنا انتوا ما تصوروش الكلام لا يتوقف. يعني انا تليفوناتي اللي موجودة معايا هنا مثلا دلوقتي، تليفون لا يتوقف عن الرنين باستمرار، لان في كلام مع ناس كتير، وابشروا ان في ناس كتير لسه هتيجي كتير جدا. احنا باذن الله تعالى هيلحق بنا مئات الالاف ان شاء الله. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. وبعدين انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا يوم الجمعه، اولا انا زعلان قوي من الجماعه اللي هم عاتبين عليا وبيلوموني، هم مش فاهمين الوضع ماشي ازاي. احنا من يوم 25 يناير بيتلعب بالناس، ييجوا يعملوا كلام سخن سخن سخن، ولكن الخطوات اللي على الارض كلها ضد ايه؟ ضد حركة الثورة. احنا نقعد نثور وهم اللي بيكسبوا ارض. حبينا نمشي بقى بطريقة، افهموني، بالطريقة التي تجعل كسب الارض شيء حاسم. فما حدش يتصور ان في رأيين، هو الرأي واحد، وزي ما شفتوا احنا خدنا تصويت عليه في الميدان المرة اللي فاتت. فاحنا النهاردة يا اخواني كلموا كل الناس، تقولوا لهم انه يعني انه خذلان الانسان بحيث انه يفتك بيه حرام. يجوا النهارده عايزين يروحوا ايه؟ عايزين يروحوا المدرسه والشغل بكره ولا حاجه؟ الله، ما يجوا يشوفوا الناس اللي بتقتل. هو المصريين دول بيتاخدوا بالجاروف كده، 1000 واحد ب1000 واحد جرحى، يقول لك 1000 واحد امبارح والنهارده. فاحنا يعني طول ما انتم موجودين انتوا لو سمحتوا بتجروا اتصالاتكم بالناس ليلحقوا بنا. وعلى فكرة اهل القاهرة مش اولى من اهل المحافظات، يعني ابعد المحافظات مش معناها ان هو مش مخاطب بهذا الكلام. يجوا انا عارف ان انتوا موجودين، انا عارف ان في ناس في المحافظات، انما انا قصدي اقول لغاية ما نقدر نعرف، لغاية ما الشرطة تقول لنا اللهم رجعوا صلحوا العربيات وسلحوا نفسهم من جديد، وبيكرروا نفس الكلام من اول وجديد. كل ده عشان 50 واحد كانوا قاعدين في الصينية. بالظبط كده. عشان 50 واحد كانوا قاعدين في الصينية قاتلين لغاية دلوقتي وجارحين 1400 واحد من امبارح للنهاردة. مفيش حكمة ده عشان تعاون. ايه؟ افرض في 50 واحد وحشين مجرمين حتى تعاملهم بالشكل ده علشان تبين ان لا تزال السطوة موجودة. احنا عايزين، وفي نفس الوقت انا بقولها اهو صراحة، اي حد هيلمس الانتخابات البرلمانية ده مش خط احمر، ده خط انفجار. يعني لا يمكن الانتخابات البرلمانية تقف. يعني اذا كانوا متصورين ان يقولوا يا عيني والله اصل ميدان التحرير واللي حصل فيه، لا، اللحظة اللي هتتلمس فيها الانتخابات البرلمانية هيبقى خط انفجار في مصر، مش هيبقى المجلس العسكري 5 دقايق بعدها، بمنتهى البساطة. صحيحك يا شيخ. وعلشان ما يبقاش كلامي سخن على الفاضي، يا اما هو اللي مش هيفضل 5 دقايق، يا اما احنا اللي نموت في 5 دقايق. انما احنا الله اعلم بماذا سيكون فيه الغيب. انما الانتخابات البرلمانية مكتسب دستوري لهذا البلد لازم يجري، لابد. والحد الادنى بتاع الناس اللي موجودين في الميدان، الحد الادنى هو اعلان قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. هو ده الحد الادنى، يعني علشان وبعدها نبقى نتكلم. بس هو ده شيء، لا في خلال ابريل، يعني الانتخابات تجري يوم 22 ابريل والاعادة 29 ابريل، ده هو الحد الادنى بتاع الناس. انما فيما عدا بعدها بقى نتكلم، انما مش عايزين يتكلموا. والله احنا كمان يعني انا اتكلم نجود بارواحنا سهلة في سبيل ربنا عز وجل. انما الله اكبر. واحنا زي ما قلت لحضراتكم المسألة مسألة بنتلقى اعتداء، مش بنحدث اعتداء.
احنا كنا نتمنى نكفل الهدوء، وقلنا لهم احنا هنروح الجمعة دي وهنيجي الجمعة الجاية نصلي الجمعة في الميدان بس عشان الناس يفضلوا موجودين مع بعض. يا اخي سبحان الله، بخلوا علينا حاجة، بخلوا علينا بليلة واحدة تفضل هادية. احنا ادينا لهم الهدوء، راحوا واخدين الهدوء ده وصابحين تاني يوم الصبح يقتلوا في الناس ويضربوه. هم مش عايزين هدوء، انت بتديلهم الهدوء، هو بيستخدمه علشان يعمل سطوته. زي ما هديوا المليونيات والمظاهرات شهور طويلة، راحوا واخدين الهدوء ده بدل ما يبقى عشان الانتاج والبورصة ومصلحة البلد والكلام اللي زي كده، بدل الكلام ده راحوا واخدينه وقايلين طب احنا قاعدين سنتين ونص رغم انفقوا فوق دماغكم لغاية منتصف 2015 والناس بتكح رمل. هو احنا بنعمل لكم هدوء عشان مصالح البلد وعشان الانتاج والغلاء وخفض الاسعار وغيره، ولا بنعمل لكم هدوء عشان لما تلاقونا هدينا تروحوا قايلين طب هنقعد ل 2013؟ مش عارف يستعبطونا ولا ايه؟ مسألة الهدوء دي احنا اللي هدأنا وهم الذين لا يهدؤون ولا ينامون. هم مطالبين الآن بالحد الأدنى، وهو انهم يعلن لنا امتى هيسلم السلطة البلد لأهل البلد. حاجة وحشة، احنا بنقول لهم بعد 6 اشهر من دلوقتي، واحنا بنقول لهم حاجة مستعجلة. انا بقول له سلم البلد بكرة الصبح، ده انا بقول له سلم البلد لأهل البلد أصحاب السلطة بعد 6 اشهر. مفيش هدوء ولا روية ولا انتظار اكتر من كده. بس انا بقول له اعلن من دلوقتي. ليه؟ هقول لكم ليه. انا عجبني تعليق، وسامحوني وان كان في خفة كده، انما تعليق قرأته الان على الانترنت. واحد بيقول ان البيان اللي طالع وهو بيقول ان شاء الله هنعمل، معناه ان في واحد مدرس في الحضانة خلوه يمسك يبقى مدرس في الجامعة، فدخل الجامعة قدامه الطلبة بيعلمهم وهو لا يتقن الا انه مدرس في الحضانة، فقعد يحفظهم اغنية ماما زمانها جاية بعد شوية معاها لعب وحاجات. هو المجلس العسكري ليه يقول لي ان شاء الله هعمل لك انتخابات؟ ما يعلن من دلوقتي، هو ما اعلنش لغاية دلوقتي التوقيت. طب ما تعلن، ما تطلع دلوقتي تقول خلاص يا جماعة انتخابات الرئاسة 22 ابريل والاعادة 29 ابريل وتسليم السلطة متورط، الجيش متورط، المسألة اتحسمت. انما نظام ماما زمانها جاية ده مش هيمشي مع الناس بقى خلاص، لان واحد كاتب يقول انه استنوا لما الانتخابات البرلمانية تخلص، واحنا لما الانتخابات البرلمانية تخلص هتخلص في منتصف شهر مارس، هيبتدي الخناق من شهر مارس، ويا عالم من دلوقتي المارس يعملوا ايه؟ اذا كانوا في 24 ساعة دبحوا الناس هنا، ولا الانتخابات هيحصل فيها ايه؟ 24 ساعة دبحوا الناس، نسيبهم من دلوقتي لشهر مارس ازاي يعني؟ ما مش فاهم. الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقولها، الاخوة اللي متصورين ان في اي طريقة تانية غير الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانه مجلس انتقالي، انا مش عايز نحط حاجة يختلف عليها الناس. احنا بعد شوية هتلاقي الطلب ده الناس بيختلفوا عليه، ولذلك الاخوة اللي بينتقدوني هم من هذا النوع، اللي هم عايزين يوقفوا الانتخابات البرلمانية. ما ينفعش، هنسيب الناس يتكلموا مع بعض. علشان كده انا عارف آرائهم ولازم تبقوا عارفين الكلام ده. انما انا اقول لكم كلمة نهائية وحاسمة، انا يا اخواني مش مستعد ان يتلعب بيا زي ما اتلعب بينا من 25 يناير لغاية دلوقتي. قاعدين يلعبونا وهم اللي بيتقدموا خطوات على الارض. الصلابة لازم نتعلم ان احنا نحدد خطوات واضحة ونتربس عليها وتبقى واضحة ما فيهاش خلاف. احنا دلوقتي الحد الادنى هو تحديد في قرار رسمي، مش حتى في بيان، هو تحديد امتى يا عساكر هتسلموا البلد لاهل البلد. يقولوا يا اخي ينطقوا، هم ساكتين مصممين يسكتوا ليه؟ انما كونهم يسكتوا ويقعدوا يتكلموا في اي حاجة تانية. النهاردة على فكرة الساعة 10 الا تلت كده طلعوا بيان، البيان كله عبارة عن ايه؟ عن ان شاء الله واخدنا خارطة الطريق. فكروني والله بنيامين نتنياهو وهو بيتكلم عن خارطة الطريق، يعني حاجة عجيبة. وإن خارطة الطريق وهنلتزم، ما تقول كلام افهمه، كلام محدد، قول لي امتى الساعة كام يوم ايه. انما على كل حال هذا هو الحد الادنى. انما يا اخواني انتوا احتشادكم النهاردة ده احتشاد اكتر من الوضع السياسي كمان.
ان هو وضع الشرف بقى، ان انتوا لم تتركوا من يفتك بهم. عشان كده انا ليه جيت، انتوا صممتوا ان انا اتكلم، وانا والله ما كنتش عايز اتكلم خالص. انا عايز عشان تبقوا عارفين الصورة، انا جاي اقعد على الرصيف زي اي واحد من حضراتكم، هنفضل قاعدين كده خلاص. ربنا يحميك، ربنا يحميك. لا يعني دي مش حاجة كبيرة قوي، دي حاجة بسيطة. انا عايز اقول احنا جايين نقعد لحد ما نشوف، وبعدين احنا ملناش مطالب، احنا جايين نجتمع ونجمع اخواننا الينا عشان نتدارس امورنا ونتخذ قراراتنا بطريقتنا، انما احنا ما عندناش حاجة، ويفعل الله ما يريد. انا يعني بأشكر هذه الفوضى الشامخ فضيلة الشيخ حسن ابو الاشبال الذي هو موجود مع الناس من الامس ليلا، والاستاذ الجليل الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي لانه ايضا موجود في وسط الناس. واقول هذا الوقت يعني من سيسلم اخوانه لسفك دمائهم لا ادري كيف يرفع عينه في اولاده بعد ذلك. اقول للناس في كل مكان هلم الينا حتى لا يذبح المصريون وانتم في بيوتكم، هلم الينا لكي لا نترك المستضعفين يذبحون وانتم تتفرجون، هلم الينا ولو تحت الشعار الذي قاله الجاهلي إن الحر إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. المسلم الصالح لا يمكن أبدا أن يتراجع في لحظة الاستغاثة. وعايز أقول لكم حاجة، يوم الجمعة بالليل كان ليا رأي مظبوط ولا لا؟ يوم السبت بالليل جيت أغيث اللي رأيهم مخالف ليا. سبحان الله، ده شرف أن الإنسان يعني يلحق بالناس. فأرجوكم ربنا يحفظك. امين. طيب يا اخواني، هناك بعض الكلمات بس نستمع الاول لفضيلة الشيخ حسن وللاستاذ الجليل الاستاذ ممدوح، ثم معنا الدكتور صلاح سلطان ونستمع اليهم جميعا. بحبك بالله يا شيخ، والله بحبك بالله. والاسئله والاجابات، ما احنا قاعدين سوا، احنا مش ماشيين. انا لما بخرج من هنا يعني من امبارح لغايه دلوقتي انا بخرج مثلا لاجتماع حاجه سريعه وارجع وكده، احنا سوا. عندكم فول وطعميه ولا في كل حاجه اؤمر انت بس. فعلى كل حال ان شاء الله احنا سوا، والله المستعان يعني. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.